في ليلة من ليالي شهر مارس سنة 1898 وفي وادي الملوك بالبر الغربي في مدينة الأقصر، كان عالم الآثار الفرنسي ومدير مصلحة الآثار المصرية فيكتور لوري يترأس بعثة تنقيب في وادي الملوك علشان ساعتها يكتشف مقبرة من أهم المقابر الأثرية المصرية، المقبرة 35 أو تحديداً كيفي 35 في وادي الملوك، واللي ما كانتش مجرد مقبرة عادية وما كانتش مقبرة ملك واحد، وإنما مخبأ ملكي كامل. فيكتور لوري طبعاً كان طاير من الفرحة بسبب الاكتشاف المذهل ده، إلا إنه ومن بين كل المومياوات لقى نفسه مفتون أمام مومياء وصفها إنها رائعة الجمال. إزاي فضلت محتفظة بجمالها كل السنين دي؟ وهل هي أخت ملك ولا زوجة ملك ولا أميرة؟ وليه وضعها الملكي كان مختلف تماماً؟ هي دي رحلتنا النهاردة مع رحلة صفا والمومياء الجميلة المجهولة. أهلا بيكم في رحلة صفا. سنة 1898 بيكتشف العالم فيكتور لوري المقبرة كيفي 35 أو المقبرة رقم 35 من مقابر وادي الملوك، واللي كانت مش مجرد مقبرة عادية وإنما كانت مخبأ ملكي كبير، لأن كانت الأسرة ال21 وفي وقت ضعف الدولة المصرية وانتشار سرقة المقابر قرروا إنهم يعيدوا فتح كل المقابر الملكية ويجمعوا كل المومياوات ويزيلوا منها الكنوز ويعيدوا لفها بالكتان، ونقلوها المخبئين، المخبأ رقم 320 في الدير البحري وكيفي 35 في وادي الملوك اللي احنا فيه دلوقتي. والمقبرة كيفي 35 كانت تحتوي على مومياوات من أقوى ملوك مصر القديمة، الملك أمنحتب الثاني والملك أمنحتب الثالث والد إخناتون والملك تحتمس الرابع من الأسرة ال18 والملك مرن بتاح والملك سيتي الثاني من ملوك الأسرة ال19، ومومياوات الملوك رمسيس الرابع والخامس والسادس من ملوك الأسرة ال20، ومومياء لست سميت السيدة الشابة ومش معروفة لمين ويعتقد إنها والدة الملك توت عنخ آمون، ومومياء لصبي يعتقد إنه الأمير ويبن سنو ابن أمنحتب الثاني. لكن من بين كل المومياوات دول كان في مومياء مميزة جدا بسبب احتفاظها بجمالها ومعلم من معالم أنوثتها الطاغية شعرها الأحمر اللي أبهر العالم كله، وكتير حاولوا يعرفوا سره. والحقيقة إن انبهار العالم بالمومياء دي بالذات ما جاش من فراغ، مش بس لجمالها واحتفاظها بشعرها ولكن لأنها كانت لملكة من أهم ملكات مصر القديمة. احنا بنتكلم عن الملكة تي اللي أخدت قدر من الاحترام وحظت بمكانة ما وصلش ليها حد تاني. الملكة تي زوجة الملك أمنحتب الثالث ووالدة الملك إخناتون وجدة الملك توت عنخ آمون. طبعا في وقت اكتشاف المقبرة ما كانش حد يعرف هي مين، واكتفوا بتسميتها بالسيدة الكبيرة، وفضل الموضوع مجرد تخمين ان المومياء الجميلة دي تخص الملكة تي، وده بعد ما العلماء قدروا يعملوا مقارنات تشريحية بين ملامح المومياء المكتشفة زي شكل الجمجمة وعظام الفك وشكل الأنف ونسبة الوجه. ومع مقارنة النسب دي بالتماثيل كان عندهم شك كبير إنها الملكة تي، ولكن ما كانش حد متأكد لحد سنة 1922 لما اكتشف العالم هوارد كارتر مقبرة الملك توت عنخ آمون. وقتها وجد داخل المقبرة صندوق صغير فيه خصلة شعر مكتوب عليها تي، وبعد ما قارنوا الخصلة بشعر مومياء السيدة الكبيرة وجدوا تطابق مذهل، ولكن التطابق ده ما كانش دليل جزم إنها تي لحد الفترة من 2007 ل 2010، يعني بعد 110 سنة من اكتشافها، لما قاد دكتور زاهي حواس مشروع ضخم لدراسة المومياوات بأدوات العلم الحديث زي الأشعة المقطعية وتحليل DNA، وتأكدنا في سنة 2010 إن مومياء السيدة الكبيرة تخص الملكة تي. والحقيقة ده ما كانش مجرد اكتشاف كده وخلاص، ولكن الموضوع كان له أبعاد ثقافية وحضارية كتير بسبب وضع الملكة تي المميز، لأن الملكة تي تحديدا كانت تجسد في التماثيل بنفس حجم تماثيل الملوك، يعني كانت بتحظى بنفس مكانة الملك، وده ما حصلش أبدا مع أي ست قبلها، غير إن اسمها ورد مرات كتير في المراسلات الملكية الرسمية، يعني ملوك لممالك مجاورة كانت بتخاطبها بالاسم وكأنها الملك بالظبط، زي مراسلات الملك طشراطة ملك ميتاني اللي هي شمال بلاد الرافدين حاليا، واللي عرف من خلال عدد من المراسلات السياسية اكتشفت في تل العمارنة، وكان بيخاطب فيها الملكة تي بصفتها الملكة الرسمية.
ومن أكتر الحاجات اللي كانت بتميز الملكة تي إنها كانت ابنة لرجل وامرأة من المصريين العاديين، يويا وتويا، يعني مش ابنة ملوك ولا من دم ملكي، ولكن أسرتها كان ليها وضع خاص جدا. فيويا والد تي كان قائد مركبات الملك وكاهن للإله مين، إله الخصوبة والحصاد في مصر القديمة. وتويا والدة الملكة تي كانت كاهنة حتحور، ولكنهم كانوا ناس عاديين مش دمهم ملكي، إلى أن الملكة تي بنتهم كسرت القاعدة دي وقدرت تاخد سلطات الملك خلال حكم جوزها وابنها. وده معناه كبير جدا. أولا ده يدل على وضع المرأة القوي في الوقت ده، وده ما كانش موجود في الثقافات ولا الحضارات التانية في نفس الوقت. احنا بنتكلم من 3300 سنة تقريبا. كمان ده كان معناه انه من الوارد ان يتجوز الملك من العامة وتصل زوجته ابنة العوام العاديين انها تكون من اعظم ملكات مصر، وانها كمان ما تكونش مجرد ظل للملك وانما كانت شريكة في الحكم. وده بيأكد ان المصري القديم ومن آلاف السنين تخطى مشاكل كتير ثقافية وحضارية، وانه كان متفتح ومؤمن بدور المرأة في المملكة. وبعد تأكيد ان مومياء السيدة الكبيرة تخص الملكة تي، بدأوا الناس يسألوا عن سر احتفاظها بجمال شعرها طول الوقت ده، علشان نكتشف ان الملكة تي كان عندها روتين خاص بالشعر متطور جدا زي ما دكتور زاهي حواس بيقول في الفيديو ده. والشعر بتاعها على فكره كان المصري القديم كل حاجه بيعملها العالم الاخر، فكان بيثبت الشعر تثبيت قوي جدا، وبيعمل عمليات تجميل بيحشي بين الجلد عشان يبقى عنده نضاره وجمال في العالم الاخر. فاذا اللي بنى هذه الحضاره هي الاعتقاد في البعث وفي العالم الاخر. ده غير بقى لما طلع ال AI وبقى متاح استخدامه للناس، ناس كتير حاولوا يعيدوا بناء وجهها وتخيلها، وده معناه ان اثرها لم ينتهي بموتها ابدا، عايش فينا لحد دلوقتي. اكتشاف مومياء الملكة تي كان دليل واضح على قوة مصر الناعمة منذ القدم، ودليل واضح على تقدم ورقي مصر القديمة وتخلصها من كل القيود اللي لسه بتضرب بعض المجتمعات في الوقت الحالي. وده يأكد لنا ان جاءت مصر ثم جاء العالم. وفي النهاية بعد ما عرفنا كل حاجة عن اكتشاف المومياء الجميلة تي ودورها الكبير في المجتمع المصري القديم، تفتكروا هل احنا محتفظين لسه بعقلية أجدادنا ولا محتاجين نعيد تفكير في أمور كتير؟ قول لنا رأيك في الكومنتس، واوعى تقفل الفيديو قبل اللايك وسبسكرايب علشان تسافر معانا في كل رحلة من رحلة صفا. أشوفكم على خير.